مين اللي قال ان منتجات ديفول للاطفال بس؟ منتجات ديفول انا عرفت انها للاطفال والكبار، لاني طبعا قبل ما بجرب اي حاجه على ابني بجربها عليا الاول، وبعد ما جربتها لقيت النتيجه تحفه. اول حاجه منها ده الشامبو ده بالشيا، بزبده الشيا. هم عندهم كذا نوع، بس انا اخترت النوع دوت. تحفه مع الشعر. انتي اصلا لو استخدمتيه مش محتاجه تستخدمي حاجه تاني غيره. بتحسي كأنك استخدمتي شامبو وبلسم مع بعض في نفس الوقت. هو ما فيهوش ولا بارابين ولا سلفات ولا صوديوم، كل الحاجات المضرة دي مش موجودة. غير كده ان انتي ممكن تستخدميه مع الاطفال من عمر يوم، فهو امن جدا. تخيلي بقى ان انتي تستخدمي كل ده مع الاطفال والكبار، فهو حلو قوي قوي قوي. وكل حد جرب منتجات ديفول بعد ترشيحي ليهم. عجبتهم جدا، ومش هتندموا ابدا لو جربتوها. بتلاقي فيه ترطيب في الشعر جميل جدا من وانتي بتغسليه اصلا. مفيش تساقط بيحصل في الشعر من المجموعة. ده الكونديشنر بتاعهم برضو بزبدة الشيا، برضو ما فيهوش سلفات ولا باربين. كل منتجاتهم آمنة جدا جدا على الأطفال والكبار. منتجات كتير قوي بنستخدمها احنا الكبار بعد كده بنلاقيها هي سببت تساقط للشعر أو الشعر تأذى. لا، المجموعة دي حلوة قوي قوي قوي. سواء مجموعة الشعر بتاعتها أو الشاور جيل. المجموعة دي ما فيهاش اي حاجة مضرة خالص. دوت الشامبو والبلسم والحمام الكريم بتاعها، كمان السيرم بتاعهم والهير ستايل، منتجاتهم كلها تحفة. انا ده كله وصلت له ازاي؟ بعد ما جربت منتجات كتير قوي لابني. يعني احنا بقالنا تقريبا داخلين على سنتين بنجرب حاجات بتسبب تساقط للشعر، هيشان الشعر بيتساقط. وحاجات يعني معروفة وماركات وحاجات مش بفلوس قليلة خالص. كله للأسف فشل معانا ان هو كان يبقى كويس. بس المجموعة دي من ديفول والله فعلا ما شاء الله كانت جميلة قوي. ولما لقيتها عليا كده وعليه هو كمان ما سببتش تساقط، بالعكس شعره بدأ ان هو يطول. التقصف او الجفاف قل كتير قوي، وبدأ ان هو خلاص ما يبقاش موجود. انا بالنسبة لي وقفت التساقط تماما، فهي حلوة قوي. المجموعة دي كلها دي الشاور بتاعهم بالفراولة الأولاني. المجموعة دي انتي لو مش هتقدري ان انتي تجيبيها كلها، انا ارشحلك ايه بشدة؟ جيبي الشامبو اللي هو رونو روز دوت اللي بزبدة الشيا. جيبيه فعلا مش هتندمي ابدا. ليكي ولأطفالك. هو حلو، مش لازم يكون اصلا عندك اطفال عشان تجيبيه. اي بنوتة اي حد رشحته له فعلا دعالي بعد ما جربه. ده الشاور جيل منهم اللي بالفانيليا، وكمان هم عاملين الشاور جيل التالت ده بالتوت. الميزة برضو في شاوراتهم ان هي ما بتعملش تحسس على الجلد يا جماعة للأطفال. برضو ولا سلفات ولا بارابين ولا كل الحاجات اللي ممكن بتبهدل البشرة. حلو للأطفال والكبار. غير كده احنا احيانا البنات بنحتاج شاورات ريحتها تمسك في الجسم شوية. شاورات كده ريحتها تبقى موجودة معانا. حلوة قوي، ارشح لكم جدا اللي بالتوت والفراولة، عجبوني بشكل شخصي. ده الهير ستايل بتاعهم. برضو بقاله فترة كبيرة معانا وشغالين بيه، ما بيخلصش على طول. حلو، بيثبت الشعر، ما بيخليش فيها يشان واحنا خارجين. السيرم برضو موجود. بس يعني الازازة بتاعته كانت اتكسرت معايا فنقلته في ازازة تانية، فعشان كده ما حطيتهوش في الفيديو. بس جربته السيرم بتاعهم برضو مع الاطفال، حلو قوي، بيدي لمعة وطراوة جميلة للشعر. المنتجات دي كلها ليه انا مش عامله لكم الفيديو ده؟ انا بعلن عن منتجات ديفول والله خالص لا، انا جربت منهم كذا حاجه على كذا مره وعجبتني. عشان كده كان من فتره عاملين اوفر ان احنا لو جبنا حاجتين في عليهم واحد هديه. ولاني جربت كذا حاجه قبل كده وكنت بجيبها من صيدليات وكانت غاليه، فانا جبت منهم المجموعه دي. اتمنى اللي ما جربهاش يجربها، وخصوصا الشامبو والشعرات بتاعتهم، لان دول اهم حاجه كانت بالنسبه لي. ولو استفدتي بالفيديو اعملي لايك وشير وسبسكرايب. لو عايزه مزيد من الفيديوهات من تجارب فعلا حقيقيه. ولو جربتي المنتجات دي قبل كده سيبيلي رايك في الكومنتات عشان غيرنا يستفاد، وكل اللي فعلا اجتمع عليها نبقى مع بعضينا. ولو في حد شايف فيها مشكله برضو يعرفنا.